من نظر إلى أفعال الشيعة الرافضة والذين منهم الحوثيون في اليمن يجد منهم عناية كبيرة بهذه البدعة الشنيعة. فإن تساءل متسائل وقال هذا الذي يفعلونه ادعاء منهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ثمة دوافع ومقاصد جعلتهم يحرصون عليه أشد من حرصهم على إقامة الجمع والجماعات؟ هل ثمة مقاصد ودوافع جعلتهم يحرصون عليها على هذه البدعة أشد مما يحرصون على إقامة أركان الدين؟ بل إنهم ليقيمون هذه البدعة وفي نفس الوقت يهدمون أركان الدين ركنا ركنا. فما هي الدوافع وما هي المقاصد؟ الجواب يا أيها الناس إن هناك مقاصد سيئة تجعل الحليم لابد وأن يتكلم بما يتقرب به إلى ربه. إن من أعظم المقاصد السيئة التي تجعل هؤلاء يحرصون على إقامة هذه البدعة التلميع، يلمعون أنفسهم، فهم قوم مشوهون، شوهتهم أفعالهم، شوهتهم جرائمهم، شوهتهم أحوالهم التي ظهرت للقاصي والداني، إلا من أعمى الله بصيرته وطمس على قلبه. فهم قوم لم يتركوا سيئة ولا جريمة ولا قبحا ولا منكرا إلا فعلوه. فكر في نفسك وتأمل في ذات نفسك وانظر هل ثمة معصية سلم منها أولئك المجرمون أو تورعوا عنها أو كفوا أنفسهم فلم يقعوا فيها؟ الجواب لا، وقعوا في جميع المحرمات وارتكبوا جميع المعاصي والكبائر مما لا يتسع مقام لسرد بعض منها. فلما حصل منهم هذا التشويه الكبير على مر التاريخ، وليس في أيامنا هذه فقط ولكن عبر العصور، والمؤرخون يسجلون وكتب التاريخ تحتفظ بسوءات ومخازي وفضائح يقرأها الأجيال جيل بعد جيل. فكيف يفعلون؟ لابد أن يلمعوا ولابد أن يزينوا ولابد أن يتجملوا ولو بالكذب والدجل والتضليل والبدع والمحدثات. كذلكم أيضا إن من أشنع المقاصد والدوافع مقاصد سياسية، أرادوا أن يلتف حولهم أكبر جمع من المسلمين من السذج المغفلين الذين يظنون أن هؤلاء لدين الله ينصرون. فهذا مكسب سياسي كبير في نظرهم، يهون لأجله أن يضحوا بما يقدرون على التضحية به. هذا إن ضحوا بشيء مما يمتلكونه، فكيف وهم لا يخرجون شيئا مما يمتلكونه لأنفسهم، وإنما يضحون بأموال يسلبونها وأموال ينهبونها ويغتصبونها ويفرضونها على الناس فرضا، فيلزمون الفقير والمسكين والمحتاج أن يخرج مما هو به أشد ما يكون حاجة، أن يخرج منه لهذه القضية أو لإقامة هذه البدعة الشنيعة. ومن لم يدفع اتهموه بالنفاق وببغض النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه ممن يبغض دين الله ولا ينتصر لرسول الله ولا يحب رسول الله. أما من سعى لإقامتها ورفع شعار لبيك يا رسول الله فهو المحب، ولو زنى ولو استخدم اللواط ولو فجر ولو استخدم المخدرات ولو فعل ولو سفك الدم الحرام ولو دمر المسجد وفجر البيوت وهتك الأعراض وقطع الطرقات وفعل ما دام وقد اتخذ شعار لبيك يا رسول الله وجعل على رأسه تلك القطعة من القماش الخضراء ورفع صوته بالصراخ بمثل هذه الكلمات، فهذا عندهم هو المقرب وهو الصادق في حبه للنبي. فيا لله العجب، يا لله العجب من زمن صار الناس فيه
إلى أمر تطيش فيه العقول وتحير فيه الألهاب وتحتار فيه الألباب وتتحير فيه الأفهام. نعم أيها المسلمون عباد الله، كذلك من المقاصد السيئة مقصد وهدف اقتصادي، فهم وإن كانوا ينفقون ملايين وربما وصل إلى المليار، لكن ما يكسبونه ويدخرونه ويمتلكونه من وراء هذه البدعة الشنيعة أضعاف